السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استطاع الفريق الأنجولي بيترو دي رواندا تحقيق الفوز ببطولة البال باسكت بول أفريكان ليج، والتي تنظم للمرة الرابعة في دولة رواندا، وذلك بعد فوزه على الفريق الليبي فريق أهلي بني غازي بنتيجة 107 مقابل 94. كان الفريق الليبي قد تسيد المباراة في نصفها الأول واستطاع أن يخرج فائزا بنتيجة 52-40 بعد نهاية الربع الثاني، إلى أن الفريق الأنجولي استطاع أن يفرض التعادل في نهاية الكوارتر الثالث، ثم تفوق الفريق الأنجولي بفارق أداء لاعبيه في نهاية المباراة بفارق 13 نقطة. بهذه النتيجة أو بهذا اللقب يصل الفريق الأنجولي إلى تحقيق المرة الثالثة للبطولة الإفريقية، والمرة الأولى بشكلها الجديد والذي ينظم منذ 4 أعوام بهذه الطريقة. كان النادي الأهلي المصري قد فاز بالبطولة السابقة، سبقه نادي الاتحاد المنستيري، ثم سبقه نادي الزمالك المصري. على كل حال نبارك الفريق الأنجولي، وأيضا نتمنى الحظ الأوفر للفريق الليبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.